السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم من جديد. أنا آسف على التأخير، أنا بقالي فترة ما فتحتش، بس أنا النهاردة هعمل لكم فيديو حلو جدا علشان خاطر تشوفوا الدفريزرات التركي اللي وصلت اللي موجودة معانا. فيلا بينا نشوف. يا أهلا وسهلا بيكم. بسم الله. معانا الدفريزر بيكو تركي 6 درج و5 درج وال7 درج وال8 درج. عندنا مقاسات 5 و6 و7 و8 من الدفريزرات البيكو. والدفريزرات البيكو طبعا احنا عارفين ان الدفريزر بيبقى ميد ان تركيا. اول حاجة عشان نشوف، عشان الناس تبقى عارفة وتبقى متأكدة من المعلومة اللي احنا بنقولها. ادي الدفريزر اهو، صنع في تركيا اهو، ميد ان تركيا او صنع في تركيا، يعني مكتوب بالانجليزي وبالعربي علشان الناس تبقى واخده بالها من المعلومه، والمعلومه تبقى اكيده ومصدرها موثوق منه. الدفريزر ده المفروض 6 درج، بيبقى الادراج اللي فوق الرفين من فوق دول كانوا الاول بيتعملوا قلاب في الشكل القديم، كان بيفتح كده لفوق. ده طبعا الناس كانت بتشتكي منه، فالحمد لله اتلغى دلوقتي تماما، فبقى عبارة عن رف موجود من الازاز الحراري الاكريليك علشان يبقى سريع التبريد وسهل جدا، تقدر تاخد وتحط زي ما انت عايز عشان ما يكسرش الباب. فده ميزة عملوها علشان خاطر ما يبقاش في مشكلة بالنسبة للكسر. فعاملين الرفين اللي فوق دول سهل جدا انك تحط وتاخد منهم. بعد كده بيبتدي الدرج معانا من اول ده. ادي الدرج اهو، ادي مساحته اهو، بيكو تركي مساحته حلوة جدا. ادي 1 2 3 4 5 6 7 7 درج بيكو نو فروست، منه اللون السيلفر ومنه اللون الاسود. ادي اللونين اهم، نقفل كده عشان نشوف. ادي اهو، ادي اللونين، واللونين بسعر واحد. ونشوف الاول استهلاك الكهرباء والسعة اللترية بتاعتهم ايه. ادي الدفريزر اهو بطاقة الكفاءة بتاعته. التلج طبعا اوتوماتيك نو فروست على طول. استهلاك الكهرباء اللي هي ايه، اقل استهلاك كهرباء طبعا احنا عارفين العلامة دي اللي فوق دي اللي هي بتبقى موازية للاخضر، فدي بتبقى اقل استهلاك كهرباء. استهلاك الكهرباء 24 كيلو واط في الساعة شهري، فاستهلاكه برضو مش عالي واستهلاكه حلو جدا. وبالنسبة للكهرباء بتاعته يشتغل على 220 فولت عادي، بس لازم يبقى فيه طرف ارضي عشان ما يبقاش فيه كهرباء. الناس اللي بتشتري الدفريزر اللي هو الادراج البيكو فتيجي تشغله على طول يقول لك الدفريزر بيكهرب. لا، انت عشان ما يبقاش في مشكله بالنسبه لك فيفضل انك انت تعمل له طرف ارضي او تجيب فيشه ثلاثيه. ودي ميزه حلوه قوي، دي مكتوبه اهي: تحذير، لا يستخدم هذا الجهاز الا في حاله وجود توصيله ارضي بالمبنى او باضافه تبطين التيار بطريقه RCD مع فيشه ثنائيه. اي يعني فيشه يا ثلاثيه يا اما يبقى في طرف ارضي. الديفريزر طبعا ديجيتال. ادي الشاشه بتاعتنا اهي ديجيتال. طبعا الشاشه دي بتنور اول ما بنشغل الجهاز، بتنور الشاشه دي، فدي بتدينا درجه التبريد بتاعه الجهاز، تقول لنا درجه التبريد بتاعته وصلت ايه. ده كده بالنسبه للديفريزر. وبالمناسبه الديفريزر مفيش اي ستاند شايل الدرج زي ما احنا عارفين طبعا اهو. ادي الدرج فاضي تحتيه ماشي، وادي الدرج اللي بعديه. في ميزه بقى ان هو كمان الدرجين دول واسعين حلوين قوي، يعني مساحه الدرج ده اهو مساحته حلوه. ده كده بالنسبه للمقاسات بتاعه الديفريزر اللي هو البيكو، الادراج بتاعته والارفف والاكريليك اللي كان بالاول بيبقى مقفول اتلغى دلوقتي، بقى عباره عن رف ستاند شايل، مش موجود تحت الدرج نفسه، لا ده موجود فوق رفين وبعد كده 5 ادراج. فده كده ال7 درج. ده كده الاتنين ال7 درج اللي موجودين معانا اللي هم نوفروست، وادي لونينهم. وده سعرهم عامل 32800، والسعر الاسود زي السيلفر الاتنين 32800. تمام.
في معلومة كمان عاوزين نقولها حلوة قوي، ادي المعلومة هي موجودة معانا اهي، جدول الخضروات بتاعت الديفريزر. المفروض الديفريزر بيتخزن الخضروات فيه من 3 إلى 6 أشهر. ده بالنسبة للحاجات الورقية اللي هي زي الكرنب أو زي الخس أو زي الفجل أو الجرجير أو الحاجات الورقية دي اللي هي بتحتفظ لغاية 6 شهور عشان تحتفظ بالطعم بتاعها، عشان طعمها ما يغيرش. لكن معظم الفواكه بيتم تجميدها في الفريزر من 8 إلى 12 شهر، يعني الفاكهة ممكن تقعد سنة معاك، فما يبقاش فيه أي مشكلة. بالنسبة للموالح برضو تجميدها من 4 إلى 6 شهور. يبقى عندنا الحاجات الورقية والموالح من 3 إلى 6 أشهر أو من 4 ل 6 أشهر بالنسبة للموالح، إنما بالنسبة للفاكهة من 8 ل 12 شهر، يعني ممكن تقعد معايا مثلا 8 شهور أو سنة. ده كده بالنسبة لل7 درج. ال8 درج أعلى شوية، نفتح ال8 درج ونشوف الفرق فين بين ال7 وبين ال8. ادي اهو الاتنين اهو، بيزيد. التاني كنا شفناه كان رفين، ده 3 رفوف، يعني ده زيادة رف بين ال7 وال8. في رف اللي هو الارتفاع، طبعا دي كرتون طبعا عشان طبعا ما لسه فاتحينه دلوقتي، فده رف زيادة. الفرق بين اللي هو ال7 وبين ال8. وكمان في ميزة انه ده في الباب، شفت الميزة دي اول مرة تنزل، دي 2 رف موجودين في الباب، دي عمرها ما حصلت طبعا. ادي اهي موجودة رفين موجودين في الباب، دي اول ديفريزر ينزل كده، اول ديفريزر يبقى فيه 2 رف في الباب. ادي اهو كده بالنسبة للبيكو. طيب تعالوا نشوف استهلاك الكهرباء بين ال7 وبين ال8 ايه. استهلاك الكهرباء احنا هناك كنا شفناه 24 كيلو واط، ده هنا 25 كيلو واط، يعني كيلو واحد زيادة. وهنا السعة اللترية 286 لتر، بتعادل يعني 10 قدم واحد من 10. هنا 260 لتر، يعني 9.2 من 10. يعني طبعا انا اخد ال8 درج افضل، مساحته اعلى واكبر بكتير قوي من ال7 درج، وفرقه تقريبا احنا قلنا هناك 32,800، ده 34,800، يعني فرق 2000 جنيه بالظبط بين ال8 وبين ال7. بس انا اخد طبعا افضل اللي هو ال8 درج، لانه المساحة دي في الارتفاع مش في العرض ولا في العمق، دي هتساعدني في رف زيادة وفي الرفين اللي موجودين في الباب، لانه مش موجودين في ال7 درج ولا في ال5 ولا في ال6. ادي الباب اهو، ده بالنسبة للباب بتاع ال7 درج، وده بالنسبة للباب بتاع ال8 درج اهو. شايفين؟ نرجع لورا عشان نشوف البابين اهو، ده ما فيهوش وده فيه اهو، بيقفل اهو لوحده اهو. شايفين؟ ادي الباب وادي الباب. نفتح برضه نشوف ال7 وال8 من جوه، ادي كده، ادي الفرق بين ال7 درج وبين ال8 درج اهو، فرق 2000 جنيه بين ده وبين ده. وقلنا الاتنين تركي، او كل البيكو اللي موجود حاليا دلوقتي عندي اللي جاي ده كله تركي بالوانه السيلفر والاسود، والاسود لونه حلو جدا زجاجي، ونفس الحجم عرض وعمق، اختلاف بس في الارتفاع بين الستة، بين ال5 وال6 وال7 وال8، كل حاجة نفس العرض ونفس العمق، بيزيد بس في الارتفاع اللي هو إذا كان الدرج 5 أو 6 أو 7، وكله بيبقى الأدراج كلها ثابتة، بتزيد في الأرفف بس. زي ما احنا قلنا الأرفف اللي هي الزيادة اللي بتبقى في الجهاز من جوه، يعني ده إذا كان رفين يبقى 7 درج، وإذا كان 3 رفوف يبقى 8 درج، وطبعا لو رف واحد هيبقى 6 درج. كده بالنسبة للديفريزر البيكو. وطبعا احنا قلنا الصناعة، وقلنا استهلاك الكهرباء، وقلنا فرق السعر بين ال7 وبين ال8، وقلنا ناخد انهو، وقلنا فرق 2000 جنيه بين ال7 وبين ال8، والاتنين مقاسين كويسين يعني مناسبين.
ادي المساحات بتاعتهم عشان نشوف المساحة برضو من فوق كده اهو. ادي الشكل بتاعهم، يعني شايفين الفروقات بين السبعة وبين التمانية، هي مساحة الدرج اللي هي الداخلية يا دوبك. فده كده الفرق بينهم، وفرق 2000 جنيه. قلنا الفرق في الاستهلاك الطاقة فرق كيلو واحد بس في الشهر، وقلنا الفرق في السعر 2000 جنيه، وشفنا الفرق في الأرفف من جوه. قلنا ده في زيادة رف بين التمانية وبين السبعة، رف واحد في الفريزر من جوه. وميزة كمان ان هو التمانية درج في رفين في الباب، دول في حاجة جديدة عمرها ما حصلت. فان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشوف بقيه المنتجات التانية اللي هي موجوده معانا من الثلاجات ومن الفريزر اللي متاحه برضه. وفي عندنا، طب نشوف البيكو بالمره ده الصغير كمان. ادي اهو، ده الاقل. ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. ده الست. ادي احنا قلنا هناك هيبقى 5 ورف لو 6 درج، لو 6 ورف يبقى 7 درج، لو 7 ورف يبقى 8، 7 و3 رفوف يبقى 8 درج. ادي كده المساحة بتاعتهم بين ال5 وال6. واستهلاك الكهرباء نشوف هنا 220 لتر استهلاك الكهرباء كلاس اي، 20 كيلو واط. ده الواط بتاع ده الكهرباء بتاعته استهلاكها قليل جدا، بس مساحة صغيرة برضو. سعر 27,400، التاني كان 32,800. لا التاني اكبر فرق كتير قوي بين الستة وبين السبعة في الاسعار. تمام، شكرا لكم. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله نكمل بقية الفيديوهات. شكرا لكم.